المنتخب القطري يخرج من الدور الأول من كأس العالم بعد أن تعثر أمام السنغال ب3 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة شهدت تحسن المردود الفني للقطريين هجوميا ودفاعيا. فبالرغم من تلقي الفريق 3 أهداف إلا أن الأهداف الثلاث جاءت بأخطاء ساذجة من بوعلام ومشعل. فإذا ركزتم على تمركز الحارس وارتمائه بالهدفين الثاني والثالث ستعرفون أن التقصير نابع منه وأنه هو السبب الرئيس في هذه الهزيمة. يأتي بعده خوخي بوعلام الذي عقد المهمة أكثر على القطريين. هجوميا المنتخب القطري ولع واشتعل بدخول مونتاري وتحققت الغاية وأتى الهدف عن طريق اللاعب ذاته بأسست خيالي من إسماعيل محمد. بصراحة قد نال إعجابي عدد من لاعبي المنتخب القطري في هذه المواجهة، ولعل أبرزهم بيدرو ميغيل وأكرم عفيف ومونتاري وإسماعيل محمد، فيما غاب المعز علي تهديفيا وأضاع الكثير من الفرص. كما يبدو لنا أنه ليس بكامل جاهزيته. مشعل برشم هو الأضعف في هذه المواجهة. خروجه الانتحاري من المرمى كاد أن يزيد الغلة وأن يوسع الفارق لولا حضور المدافع. لم يتبقى للقطريين سوى مباراة واحدة لحفظ ماء الوجه، وهي المواجهة المرتقبة ضد الهولنديين. نأمل أن يتألق القطريين في تلك المباراة بحكم زوال الضغط عنهم، ونتمنى كذلك أن يخرجوا بأداء مشرف كان بالإمكان أفضل مما كان. السنغاليين لم يكونوا خطيرين للغاية والقطريين لم يكونوا سيئين أبدا، ولكن سوء اللمسة الأخيرة أبقى النتيجة كما هي. بالنسبة لقرار إلغاء الجزاء أراه صحيح ولا غبار عليه، لأن اللاعب القطري هو من رمى نفسه وتباطأ أمام تسارع السنغالي ووقف في طريقه، مما أدى إلى اصطدام مقصود من القطري وغير متعمد من السنغالي، فالآخر كان هدفه الوحيد هو إبعاد الكرة. وفي النهاية أقول لكم هارد لك يا معشر القطريين، قدم منتخبكم أداء جيدا نسبيا عن المباراة السابقة وهذا مؤشر جيد. فلا تنظروا إلى الجانب الفارغ من الكأس وانظروا إلى الجانب المملوء والإيجابيات التي خرجنا بها من هذه المباراة. كان معكم عبد الله تيوبر، مع السلامة.